السلام عليكم. تعالوا اقول لكم ازاي نعمل قرص الافران المحشيه سكر في البيت بكل سهوله. مكونات اقتصاديه جدا جدا، والنتيجه زي ما انتم شايفين كده رهيبه، حاجه كده مقرمشه من بره وطريه من جوه. مش هنتكلم كتير، يلا بينا نسمي الله ونصلي على رسول الله ونروح نشوف احنا عملناها ازاي. دخلت كيلو من الدقيق، حطيت عليه 3 معالق كبار من السكر ومعلقه من الملح، وهنحط كمان نص كوبايه من الزيت، وهنحتاج حوالي نص لتر من الميه. وزي ما قلت لكم قبل كده ما نحطش الميه دفعه واحده، نحط الميه بالتدريج. وبعد كده هتجيبي ظرف من الخميره هتدوبيه في نص كوبايه من الميه الدافيه، ونبتدي بقى ان احنا نعجن كويس قوي. انا هنا عجنت مده لا تقل عن ربع ساعه. وزي ما قلت لكم قبل كده ودايما بقول لكم ان احنا ما نحطش الميه دفعه واحده عشان تبقي انت اللي متحكمه في العجينه. ما تحطيش الميه مره واحده والعجينه تلين منك وما تبقيش عارفه تتحكمي فيها. هنفضل بقى نعجن لحد ما تتكون معانا كرة ناعمة كده ملمومة على بعض. هنسيبها في مكان دافي لحد ما تخمر. احنا حاطين خميرة فورية فما خدتش وقت كتير على ما خمرت، خدت بالظبط ساعة ونص. هنا كانت خلاص خمرت. لو وصلتي لحد هنا في الفيديو ما تنسيش تحطي لي لايك. وهنبتدي بقى ان احنا نقطعها كور كده صغنونه زي ما انتم شايفين بالشكل اللي انتم شايفينه ده. والحشوه بتاعتنا هتبقى عباره عن 3 معالق كبار من السكر عليهم معلقه من الدقيق. ونبتدي ان احنا نعمل تجويف كده في كل كوره ونحشي الحشوه بتاعتنا. وممكن تضيف على الحشوه دي قرفه او جوز الهند او زبيب زي ما تحبي. ونقفل الكوره بعد ما نحشيها كويس جدا عشان السكر ما ينزلش بعد كده من العجينه ويبهدل لنا الدنيا. وبعد ما نقفلها كويس نبتدي ان احنا نفردها تاني. اظن مفيش اسهل وابسط من كده. بعد كده بقى هتجيبي 3 معالق كبار من العسل، هنحط عليهم ربع كوبايه من الميه، ونبتدي ان احنا ندهن كل قرصه. طب انا ليه بعمل الحركه دي؟ علشان لما احط السمسم يلزق فيها وما يقعش بعد كده. ونحطها بقى في السمسم زي ما انتم شايفين كده. نكون مجهزين الفرن على درجه حراره 200، هنحطها في الرف المتوسط، ونشغل نار من فوق ومن تحت لحد ما تاخد اللون الذهبي الجميل ده. اظن مفيش اسهل وابسط من كده، عملناها في البيت يعني بمقادير اقتصاديه جدا وبكل نظافه. يا رب يكون الفيديو عجبكم وافادكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا لي لايك، ويا ريت كومنت كده ظريف